الحقيني يوم البنات جيت اغلي اللبن لقيته مقطع، بعد ما اشتريته دفعت فيه فلوس، اعمل ايه؟ ارميه؟ جوزي هيبهدلني. وهترميه قلب اختك؟ تعالى اقول لك تعملي بيه ايه. مش هترميه، هنطلع منه كنز، كنز بمعنى الكلمه، وجوزك واولادك هيعشقوه ويحبوه، ويقول لك انت ست شطوره، ست قروبه، ست قرشانه. تعالى اقول لك تعملي بيه ايه. اللبن المقطع عند ام البنات مفيش حاجه تترمي، بس اهم حاجه يا قلب اختك تعملي لي احلى لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. لو انت لسه ما عملتيش متابعه للصفحه على الفيسبوك اعملي لي احلى متابعه للصفحه. لو انت متابعاني على اليوتيوب اعملي لي احلى اشتراك للقناه يا قلب اختك. ادعي لي دعوه حلوه من قلبك ولك بالمثل اضعاف اضعافها بحق الايام المفترجه. يلا بينا ناخد حسنات كتير ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نسمي الله. وهات اللبن المقطع اللي قطع عندك، وما تقوليش لجوزك انه باظ وقطع. تعالى اقول لك نعمل منه ايه. نطلع احلى حاجه من ايدك يا ست الكل. يلا بينا. اللبن بتاعي انا وبغليه لقيته قطع، اسيبه يبرد تماما ونحضر معانا 2 كيلو دقيق. تمام يا قلب اختك؟ 2 كيلو دقيق ماشي، على حسب الكميه اللي تناسبك. انا معايا 2 كيلو دقيق، انت عايزه كيلو دقيق براحتك، نص كيلو براحتك، على حسب الكميه اللي هتاكل. تمام، انا معايا 2 كيلو دقيق اهم. هنفضيهم في العجان. انا هشتغل في العجان اللي هو المضرب الكهربائي. تمام كده، هنفضي كده واحده واحده اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، هنضيف ايه عليهم بقى ال2 كيلو دقيق؟ ايه عليهم؟ هضيف على الدقيق كوبايتين سمنه او زبده المتوفر عندك. عايزه سمنه بلدي، زبده المتوفر عندك، كوبايتين كبار. يعني لكل كيلو دقيق عليه كوبايه سمنه او زبده. متفقين؟ الزبده او السمنه اكون مسيحاها على النار مش قدحاها، عشان في فرق. انا مش عايزه السمنه تتقدح او الزبده، لا انا عايزاها تسيحه بسيطه زي ما شفتوا كده. انا بفضي السمنه، بس انا عملتهم بالزبده. يعني الكوبايتين اللي كانوا معايا كوبايتين زبده، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره كده حلوه محترمه بيكنج باودر، ومعانا معلقتين كبار حلوين خميره فوريه. لكل كيلو دقيق معلقه كبيره خميره فوريه، ومعانا 4 معالق كبار سكر. لكل كيلو دقيق معلقتين كبار سكر وذره ملح. تمام كده، متفقين؟ متفقين يا ام البنات. ونقلب كده تقليبه بسيطه. انا ضفت كده كل المواد اللي معايا. هنقلب كده تقليبه بسيطه بس خالص بالراحه. نيجي بقى ايه، نركب العجان كده ونشغله كده ونسمي الله ونشغله، عشان انا عايزه عجينه متماسكه. فيها بقى تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما تبقى معايا القوام عجينه حلوه كده متماسكه. المعلقه كده واقلب كده عشان اي حاجه لازقه كده في الجوانب ما اتضربتش احركها. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى فيه دقيق كده لازق ما اتضربش. يعني ايه، اساعد معايا العجان كده واحركهم زي ما انتوا شايفين كده بالراحه. نعجن دلوقتي السمنه والدقيق. تمام كده، ببسهم يعني بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده اهو زي الفل. قلبي بالراحه بالراحه. تمام، عشان ما تبهدلش الدنيا. كميه دي الدقيق ما انت حابه. انا معايا 2 كيلو دقيق، انت عايزه كيلو، نص كيلو، زي ما انت حابه. تمام كده. تمام، هجيب بقى اللبن اللي مقطع معايا بعد ما غلى على النار ولقيته قطع، سبته برد تماما، وبعد كده هنضيفه على الدقيق. لازم يبرد. تمام يا قلب اختك. هاجي كده انا ايه، هعاير كده بالكوبايه. خد كوبايه كده مليانه حلوه اهي، كوبايه كده، وهنزل على الدقيق وهضرب ايه بالمضرب. هنزل بكوبايه كوبايه، مش هنزل بكميه اللبن كلها، لا كوبايه كوبايه تتعجن حلو، وانزل بالكوبايه اللي بعدها زي ما شايفين. تتضرب كده ضربه حلوه، وانزل بعد كده بالكوبايه اللي معايا التانيه تدريجيا. ادي الكوبايه التانيه يا قلب اختك اهو. مش بقولك يا قلب اختك مفيش حاجة عندنا بتترمي؟ لا يا قلب اختك، ام البنات ما عندهاش حاجة تترمي. كل حاجة ليها يعني تصليح. مفيش حاجة يعني تبوظ او تترمي. كل حاجة ليها اعادة تدوير، وكل حاجة ليها تصليح، وكل حاجة ليها حل. تمام كده، مفيش حاجة معقدة، مفيش حاجة ملهاش حل، لا كل حاجة ليه حل ان شاء الله باذنك يا رب. ادي الكوباية التالتة اهي، دي كده الكوباية التالتة يا سيدي على الجمال. واسيب بقى العجان كده ياخد ويدي بشكل ودي ويعجنهم كويس جدا. بعد ما عجنهم عجنه حلوه خالص، ادي العجين اللي معايا شايفين لونه كده يفتح النفس من قبل ما يستوي. والله يعني اللون وريحه وطعم العجين كده عسل. عشان طبعا احنا ضايفين للعجين سكر، هنزل عليهم بمعلقتين كبار خل. عشان انا نسيت ما اضيف في العجان، مش مشكله هضيف هنا وهعجنه. تمام، لكل كيلو دقيق عليه معلقه كبيره خل.
ليه نخلي قلب اختك؟ عشان العجينه تطلع هشه وطريه كلها حنيه، تبقى سفنجه معاكي. شايفين بقى؟ ولا حاجه بتلزق في الايد، لبانه. شوفوا، ملبن عجينه كده، ملبن يعني، ولا حاجه بتلزق ولا اي حاجه. وطعمها حلو كده، فيها يعني مسكره كده عشان طبعا ضايفين سكر. شايفين؟ اهم حاجه العجينه تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولا بتلزق ولا اي حاجه. تبقى عجينتك بالشكل ده، يبقى كده ان شاء الله باذنك يا رب العجينه تبقى ناجحه معاكي، والقرص تبقى 10/10. اعملي ايه يا ام البنات بيها؟ هنعمل احلى قرص يا قلب اختك. رافيها ازاي العجينه ناجحه ان شاء الله، انها ما بتلزقش في ايدك. شايفين؟ ولا بتلزق ولا اي حاجه، وبتلفيها كوره كده، بتبرميها بتتبرم معاكي. شايفين؟ ولا بتتلزق ولا اي حاجه، زي العسل. قومي بسرعه شغلي فرنك واعملي احلى قرص كده، ودفي بيتك ودفي مطبخك حلوين كده. في السحور تعملي لك كده كوبايه شاي كده بقرصايه في السحور، تدي الاولاد كده هم رايحين المدرسه كده قرصتين 3. احلى قرص هتعمليها يا قلب اختك بايدك. اشتريها من الفرن بره، لقيت الكيلو غلي. وليه طب يا قلب اختك تشتريها غاليه وانت بايدك تعمليها؟ هسيبها تخمر زي ساعه كده في مكان دافي، هغطيها واسيبها تخمر. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. وانت زي ام البنات كده بتحبوها بالعجوه، انا عندي الاولاد بيحبوها محشيه عجوه. في ناس بتحبها ساده، وفي ناس بيحبوها بالعجوه. انا معايا نص كيلو عجوه، دي نص كيلو عجوه. كل مربع ربع كيلو، ادي ربع، ادي كده دي ربع كيلو، ودي ربع كيلو اهو، وده ربع كيلو. تمام كده اهو، تمام. العجوه بتاعتي ولا ناشفه ولا طريه، وسط كده. انزل عليهم بكوبايه كبيره زبده مسيحاها، مش قدحاها، لا مسيحاها. للاسف ضفت كوبايه كبيره زبده، طلعت كتير عليها الزبده. انت بقى يا قلب اختك ضيفي نص كوبايه زبده. العجوه قليله، ضفت كمان ربع، يبقى انا كده معايا كيلو من العجوه. قلت لك يا قلب اختك انا الزبده كترت معايا، انت ضيفي بقى نص كوبايه زبده او سمنه، شوفي انت هتشتغلي بايه. نعجنها بقى كويس جدا، اعجن اعجن لحد ما تبقى عجينه كده حلوه كده ولينه، ما تبقاش اي حاجه ناشفه، اي حاجه فيها تكتلات. زي ما انتوا شايفين كده انا وبعجن، والزبده بتنز من العجوه. انت ما تغلطيش غلطتي قلب اختك، وبدال الكوبايه الزبده او السمنه تضيفي نص. قلت لك بما يرضي الله، عشان ما تضيفيش كوبايه سمنه او زبده وتيجي تدعي عليا يكون كتير، لا ضيفي نص كوبايه زبده او سمنه، عالجي اللي انا يعني إيه فلتت مني. وعدى ساعة. شايفين بقى ملت الطبق ازاي؟ ملا العجان معايا وطري كده وملبن وعسل. عسل يا قلب اختك. عجينة غنية، فيها زبدة وفيها لبن حليب، يعني غنية ومطعمة وزي السكر. شايفين؟ ولا حاجة بتلزق، زي الملبن كده. هاخد كده حتت منها وهعملها كور كده اهو، زي ما شايفين اعملها ايه، كور كده اهو. اكورها كده بايدي قلب اختك. وريها بقى المقاس اللي يناسبك، عايزاها الكوره كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها وسط، على حسب اللي هياكل. عندك اطفال اعملها لهم كده قرصايه صغننه، عشان ايه؟ يدوبك قطمتين كده عشان ما يسيبوش منها. هقرص بقى الكميه كلها اللي معانا كده، قرص قرص مدوره اهو، كور كور اهو، بقجه كده كوره اهو. الكوره اللي تناسبك زي ما قلت لك يا قلب اختك. احلى شويه قرص هتعمليهم من ايدك رهيبه. وليش رمضان داخل علينا وما ينفعش القرص؟ لا، اعمليهم دلوقتي بعد الفطار كده على الساعه 10 11. يعني بيكون ايه، مش قادره تتعشي ولا اي حاجه، ممكن تعملي لك قرصتين كده بكوبايه شاي بلبن. او في السحور، في ناس ما بتحبش تتسحر، قرصتين كده مع كوبايه شاي بلبن احلى حاجه. الكرة اللي انا كورتها هاخدها كده وافردها على كفة ايدي، تبقى سمكها ولا رقيق ولا عالي، تمام كده. افردها كده على كفة ايدي، وهاخد من الكور اللي هي العجوة وهدخلها في قلب العجينة كده، وهلمها من الجناب زي ما شفتوا كده، واقفلها. اقفل العجينة على كورة العجوة كده، واعملها كورة واسيبها كده في الصينية. زي ما شايفين كده فردت العجينة كده على كفة ايدي، ودخلت في قلبها كورة العجوة، وقفلتها كده، وببرم ببرم زي ما شايفين كده، اعملها احلى كورة كده اهو، زي ما شايفتوا كده كور. وهسيبها كده في الصينية. كور في الاول ما حشيتهاش عجوة، عشان في ناس عندي ما بيحبوش العجوة، تمام كده، عشان محدش يقول لي طب انت عملت كور فاضية ما فيهاش عجوة في الاول. للناس اللي ما بتحبش العجوة عندي، زي ما شفتوا كده، اخدت العجينة فردتها في كفة ايد، ودخلت في قلبها كورة العجوة، وقفلت عليها كده العجين، وبرمتها زي ما انتوا شايفين. الكمية وارجع لكم تاني. وكده رجعنا مع بعض زي ما شفتوا كده اهو. هبتدي كده بطراطيف صوابعي كده وافرد، اضغط كده وافرد. انا مش عايزه القرصه تبقى رقيقه خالص تنشف معايا في الفرن، ولا تبقى كبيره زي العيش كده.
يا دوبك كده بطراطيف صوابعي بضغط من جوه لبره زي ما شايفين، من جوه لبره من جوه لبره، بنزل العجين كده بطراطيف صوابعي من جوه لبره اهو يا قلب اختك. تمام، ما تخليهاش رقيقه عشان ما تبقاش يعني ناشفه معاكي كده في الفرن، وتبقى حبايه بالعجوه وحبايه من غير عجوه ساده، عشان اللي بيحب كده واللي بيحب كده. يعني انت لو مش عايزه العجوه تمام قرصيها كور كور وسيبيها في الصينيه وافرديها بالشكل ده، لو انت مش عايزه تبقى ايه محشيه عجوه جواها. اعمل الكميه كلها بالشكل ده ونرجع مع بعض. ادي الكميه كلها دول كده ب 2 كيلو دقيق. طلعوا لي كميه محترمه من 2 كيلو دقيق و2 كيلو لبن اللي قطع معايا. هي ادي 2 3 4 بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كمان زي ما انتم شايفين كده اهو. هعمل ايه؟ اسكت على كده؟ لا يا قلب اختك، هجيب السكينه كده من طرف السكينه، طرف السكينه من فوق كده، وهعمل لها شكل كده، هعمل لها ايه زي شرطتين كده من الوش فوق، يبقوا زي اللي انت بتشتريهم من الفرن بره. يعني انت بتشتريه من الفرن بره بيبقى من الوش، من يعني وش القرصايه من فوق بتلاقيها متفتحه كده متشرطه من فوق. مش هعمل لهم كلهم، لا هعمل زي 4 5 أو 6 كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو، بالسكينه كده من طرف السكينه كده من وشه من فوق هعمل له ايه شرطتين كده اهو. مش هعمل الكميه كلها زي ما قلت لك، كام واحده بس. اسكت على كده، لا هسيبهم زي نص ساعه كده، اغطيهم واسيبهم يتخمروا وبعد كده ادخلهم في الفرن. لازم تسيبهم يتخمروا زي نص ساعه وبعد كده تدخليهم الفرن ويطلعوا بالشكل ده تحفه. مطلعهم من الفرن رصيتهم في الطبق الكبير ده. هعمل ايه عشان تلاقي القرصيه طريه معايا؟ بخاخه فيها ميه هبخ كده واغطي على طول. ما تطلعيهم من الفرن سخنين تفضيهم في طبق كبير وتيجي ترشي عليهم رشه بسيطه من الميه وتغطيهم كويس جدا. ليه بقى الحركه دي؟ الحركه دي لما تيجي تطلعيهم سخنين وتيجي تفضيهم في طبق كبير وترشي عليهم رشه ميه وتغطيها، البخار مع الميه هتطرلك القرصايه. تسيبيهم كده بالشكل ده زي ربع ساعه نص ساعه يهدوا، وتيجي تمسكي القرصايه هتلاقيها طريه وهشه عامله زي العيش الفينو بالظبط. انا سبتهم ربع ساعه كده بعد ما طلعوا سخنين من الفرن، رشيتهم كده بالبخاخه بالميه رشه بسيطه وغطيتها زي ربع ساعه. البخار طرالي القرصايه، تيجي تاكليها بالظبط عامله زي العيش الفينو طريه وما تبقاش ولا ناشفه ولا اي حاجه. جربيها بالطريقه دي زي ما انا عملتها بالظبط، هتاكلي احلى قرصايه هشه وطريه وزي العسل، طعم وريحه وكل حاجه. طريقه سهله وبسيطه مفيش اسهل من كده. شايفين القرصايه بتلمع ازاي، لونها ذهبي ازاي، ولا حاجه ناشفه ولا حاجه محروقه من تحت. شايفين؟ تقول لي طب ما العجوه بتنشف القرصايه، تيجي تمسكي القرصايه تبقى ناشفه عشان محشيه عجوه. والله يا قلب اختك دي بتبقى عيب العجوه، يعني العجوه نفسها بتبقى ناشفه. نقي العجوه الطريه. شايفين بقى دي الساده، دي القرصايه الساده، شايفين من جوه طريه ازاي وتحفه، فيها زبده فيها لبن، يعني دسمه كده وغنيه. القرصيه اللي فيها العجوه بصوا حكايه حكايه. شايفين طريه ازاي القرصيه اللي فيها العجوه؟ لا بقى كوبايه شاي نسقط فيها كده القرصايه، يا سيدي يا سيدي اوعى يا عم الحاج، حاجه كده تحفه. شايفين؟ ليلك بقى كوبايه كده شاي او كوبايه شاي بلبن كده على السحور كده وقرصايه كده، حاجه كده في القلب يا قلب اختك. بعد الفطار كده على الساعه 10 11 جوعتي كده وملكيش نفسي بقى تاكلي ولسه السحور لسه بدري عليه، تعملي لك كده قرصايه بكوبايه شاي كده يا سيدي على الجمال. ولادك بقى في الحضانه لسه صغيرين مش بيصوموا، تعملي لهم قرصتين كده ياخدوهم معاهم الحضانه، حاجه كده تحفه غنيه ومفيده، فيها لبن فيها زبده، الزبده كمان مخلياها ريحتها فايحه وحاجه تحفه. لو عملتيهم بالسمنة البلدي هتوديها في حتة تانية خالص، هتلاقيها ريحة ما اقولكيش. اعمليها بالطريقة دي هتدعيلي يا قلب اختك، والله طريقة سهلة وجميلة وطرية وهشة، طعم وريحة تحفة تحفة. والله مش بشكر فيها عشان انا عملتها، بس فعلا هتجربيها هتدعيلي. احلى من اللي انت تشتريهم من بره 100 مره، بجد 100 مره. كفايه ان انت عاملاهم بايدك يا قلب اختك. بقى القرصيه اللي فيها العجوه طريه ازاي، ولا ناشفه ولا العجوه نشفت القرصيه ولا اي حاجه، زي ما قلت لك هاتي العجوه الطريه عشان تبقى حلوه معاكي في القرصايه. تروحيش تجيبي عجوه رديئه تبقى ناشفه وتيجي تحشي بيها القرص وتنشف لك القرصيه وتيجي تقولي اصل الطريقه غلط. العجوه اللي تمسكيها تلاقيها طريه معاكي احشي بيها عشان تطلع لك شويه قرص حلوين. شفتوا القرصيه اللي فيها عجوه طريه ازاي لسه قاعده لحد دلوقتي؟ انا شايفاكي قومي بسرعه شغلي فرنك واعملي احلى قرص. هتدعي لي لايك للفيديو ودعوه حلوه من قلبك. سلام عليكم.